محمد شيحة ازيك؟ الله يخليك يا استاذ خالد، الحمد لله. ربنا يخليك يا محمد. عايز يعني القول الفصل. سياده المستشار مرتضى انا مش منصور. سامعك والله يا استاذ خالد. طيب القول الفصل، سياده المستشار مرتضى منصور دخل معايا قال لي انا ما فوتش جون انطوي خالص السنه دي، كنت بفاوضه قبل ما يسافر الشباب او السنه اللي فاتت. نمره واحد. نمره اتنين، هو صادق. طب نمره اتنين، قال ان اما رحت كنت انا وشيحة ومحمد ابو السعود اما كنا في الامارات وعرض عليا عواد وجون انطوي، عرفت بعد كده ان عمل كشف طبي طلع عنده تضخم. صحة الكلام ده ايه؟ الو، بكلمك انا على الهواء. ايه يا كابتن، انا مع حضرتك. صحة الكلام ده ايه؟ جون انطوي عنده تضخم في القلب ولا لا؟ انت سالتني سؤالين، اجاوبك على الاولاني اتفضل وبعدين اجاوبك على اتفضل. فيما يتعلق بصدق روايه المستشار مرتضى منصور، هو فعلا لم يتفاوض مع اي حد بخصوص جون انطوي هذا الموسم، وانا سبق وخدت مع حضرتك وقلت ان الراجل قال لي ان جون في حساباتنا، احنا عايزين نبقى نكلمه بعد نهايه الموسم، وقلت ان هو يدخل في مفاوضات لانه عنده دوري راجل مركز فيه وعاوز يكسبه، مش عاوز يفك فرقته بانه بيجيب لعيبه او كذا، وخاصه ان في هذا التوقيت كان طلع انه المستشار مرتضى وقع مع اعتقد 17 او 18 لاعب. فانا قلت لك ان المستشار مرتضى اخذ موافقتي، لو هو بيفكر يجيب اللاعب هيدخل يتفاوض معاه. تمام. لكن المستشار مرتضى لم يتفاوض مع حد او مع جون او وكيل نادي الشباب اللي هو اللي جاب الولد او اي. خلاص يعني مش عايز اطول في موضوع شيحة، خلاص يبقى معنى كده الزمالك لم يتفاوض مع جون انطوي. اوكي، ما يتعلق بالامر الطبي انت المفروض تدخل رئيس النادي الجهاز الطبي، هم اللي يقولوا، لان في النادي الاسماعيلي وان كنت اقر بصحه ما ورد على لسان المستشار مرتضى منصور، لكني في حل عن هذا الكلام. انا وكيل اللاعب يا كابتن خالد، انا وكيل اللاعب ولسه معايا عقد معاه لغايه مايو 2016. لكن انت بتقر صحه كلام المستشار مرتضى منصور ان اللاعب عنده تضخم في القلب؟ لا يؤخذ علي هذا الكلام، لا يؤخذ. تمام، اشكرك. امر متعلق بالنادي الاسماعيلي. تمام. لان هم اللي عملوا الكشف الطبي، هم اللي يملكوا هذا الكشف الطبي للاعب، واعتقد ان انا قريت ان النادي الاهلي عمل كشف طبي للاعب، وهم كمان يعلموا حقيقه ما اذا كان هذا الكلام صحيح او غلط. لكني اؤكد على صحه ما ورد على لسان المستشار مرتضى منصور، لعلمي علم اليقين ان هو ما بيقولش اي كلام. تمام. لكن انا شهادتي ما ينفعش، انا وكيل اللاعب، يعني انا المحامي بتاعه. تمام، بشكرك محمد شيحة.